السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهاردة هنطبخ اللوبيا بطريقة مبسطة وبمقادير موجودة في بيوتنا، وكمان مش هتاخد معانا وقت. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا حوالي نص كيلو لوبيا، نقعتها من بالليل لحد الصبح. لازم البقول تتنقع لمدة لا تقل عن 12 ساعة يا جماعة. ليه؟ علشان نتخلص من حمض الفيتيك اللي بيبقى موجود في معظم البقول. الحمض الفيتيك ده هو المسؤول عن امتصاص، يعني بيمنع الجسم او بيعوق الجسم عن امتصاص المعادن والفيتامينات. تمام؟ فلازم ننقعها لمدة 12 ساعة على الأقل، هي او الفاصوليا او الفول. لما بنيجي ندمسه اي بقول، فاحنا بنقلل من الحمض ده بنسبة كبيرة. الحمض ده بيتفتت مع النقع في المية. تمام؟ وكمان النقع بيكسر بعض النشويات اللي هي بتنزل في الجهاز الهضمي وبتسبب الغازات. يبقى النقع ليه فايدتين. معايا هنا 5 معالق صلصة كبار. معايا هنا بصل احمر على ابيض، والمفضل الابيض لان الابيض هو اللي بيليق اكتر مع الطبخ، لانه بداخله الماده السكريه بتبقى ازيد من الاحمر، لان الاحمر بيليق اكتر مع الصوصات والسلطات. معايا معلقتين كبار توم. اللوبيا بتليق جدا مع التوم حبايب قلبي. اما البهارات بقى ففيها السر الاكبر. معايا معلقه كزبره جافه، معايا معلقه شطه جامايكا ودي تبع الرغبه، لو مش حد عايز يحطها بلاش. ومعايا معلقه ملح، ومعايا معلقه كبيره كمون. ليه؟ علشان الباقي من الغازات او النشويات المعقده اللي هي بتفضل في اللوبيا، الكمون هيقضي لي عليها لما تنزل في الجهاز الهضمي، لكن احنا هنحاول نتخلص من اغلبيتها بالنقع. معايا فلفل اسود ومعايا كركم، والفلفل الاسود وجوده هنا مهم جدا طالما فيه كركم، علشان مادة الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص مادة الكركمين اللي في الكركم. معايا هنا نص معلقة صغيرة جنزبيل، بيليق جدا وبيتزاوج مع اللوبيا. يلا بينا نروح على النار ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة يا حبايبي سخنت الوok او الحلة، وانزل باللوبيا زي ما انتم شايفين، وابدا اديها تشويحه، وانزل عليها بالبصل، كميه بصل كبيره، واقلب. وهنا هنزل بكميه الثوم واقلب برضو. وفي الحاله دي انا معليه النار، وهبدا اضيف حاجه مكون مهم جدا وهو الملح، وهقول لكم ليه انا ضفته دلوقتي. بعد ما ضفت كميه الملح حبايبي هبدا اقلب واوطي النار. ليه بقى؟ عشان البصل والثوم يا حبايبي يبداوا ينزلوا الماده المسكره اللي فيهم، لان ما بيحصلش كده الا في حالتين 2 بس، ان انا اضيف لهم ملح، والحاجه الثانيه ان انا وطيت النار، فبديهم الفرصه ان هم ينزلوا الماده المسكره. وانا هستفيد ايه لما الماده المسكره تنزل؟ هتتمزج مع اللوبيا وتعللي التست. اللوبيا يا جماعه من الحاجات المفيده جدا، مفيده جدا لصحه الجسم، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائيه، وكمان بتتميز بانها قليله السعرات الحراريه، وكمان بتحتوي على البروتين والفوليك والحديد والنحاس وغيرها كمان من العناصر الغذائيه. وكمان لما بتكون بتحتوي على البروتين والالياف بتشعر الانسان بالشبع والامتلاء لفتره طويله. ففوائدها كتير جدا، فوائد اللوبيا كتير جدا. وكمان بتساعد للناس اللي هم عايزين يخسوا او بيعملوا دايت او بيعملوا نظام غذائي، بتساعد على تقليل مستوى هرمون الجريلين اللي هو المسؤول عن الشعور بالجوع. يعني هي بتقلل نسبة الهرمون ده، هرمون اسمه هرمون الجريلين. ومفيدة جدا كمان للمعدة بسبب احتوائها على البروبيوتيك.
البروبيوتيك ديت عباره عن بكتيريا جيده نافعه، يعني جيده زي اللي بتبقى في الزبادي، فبتفيد المعده جدا. البكتيريا دي بتفيد المعده جدا. هنا بقى في النص هبدأ انزل بالصلصة زي ما انتوا شايفين. الصلصة صاحبة النار يا جماعة. يعني ايه صاحبة النار؟ يعني بتحب النار العالية، وهنا انا عليت النار فعلا. بتحب النار العالية علشان تطلع المواد المخزنة فيها، وكمان بتطلع المادة المسكرة، فتقوم تعليلي التست اكتر واكتر. وهنا بقى هبدأ اضيف التوابل في الاخر عشان ما تمررليش اللوبيا وتديني طعم مر. بضيفها في الاخر زي ما انتوا شايفين، وببدأ اقلب. الله على الريحة يا جماعة، لو عملتوا الطريقة دي هتقوموا تعملوها دلوقتي. وبعدين هنزل بالمية السخنة المغلية، ولازم تكون المية سخنة ومغلية زي ما انتوا شايفين، عشان ما ينفعش احط مية برد عشان اللوبيا ما تكرمش مني ولا يحصل لها انكماش. بس كمية التوابل اللي اتنطرت مني دي، ونسيبها بقى تغلي، وبعد ما تستوي نشوف هنقدمها ازاي. وانتهينا من طبخ اللوبيا، وزي ما انتوا شايفين والريحة لو شمتوها هتقوموا تعملوها بنفس الطريقة. امشوا ورا الخطوات وامشوا ورا التفاصيل الصغيرة، وما تنسوش تدعموا لي القناة وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.